مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ مرحبا بكل متابعينا من وين ما كنتوا. اليوم راح نحكي لكم قصة حقيقية صارت ويانا مع أحد أقاربي. والقصة همينة كانت تخصني، وتحكي القصة عن غدر الأصدقاء. مو كل صديق هو صديق وفي، وكو بعض الأصدقاء إنه يخونون الزاد والعشرة. تبدي قصتنا وياكم اللي صارت في سنة 1998. قصة هزت منطقة الكرادة. هذه الجريمة اللي صارت أحداثها لما كنت أني عمري 10 سنوات. كان والدي دائما يوصلني لمدرستي اللي هي صايرة مدرسة الزنابق في كرادة شارع أصفر. هي كنيسة صفة تصير كنيسة الأرمن، وهي تابعة للمدرسة المختلطة لكنيسة الأرمن أو للأرمن في شارع أصفر صايرة بالكرادة. مثل كل يوم كنت أداوم، والدي يوصلني، أطلع بيت أقاربي اللي هي تصير خالة والدتي. بيتهم قريب نهاية الشارع مال مدرستي، يعني فرق 10 بيوت. أطلع أروح يمهم، أنتظر والدي يخلص شغله، إذا يتأخر نص ساعة ربع ساعة ساعة لما يجيني. ذاك اليوم اللي صارت بي هاي الجريمة، أني من النوع ما أغيب عن المدرسة. كنت يمكن بالرابع ابتدائي، عمري 10 سنوات. قاعد ذاك اليوم قلت لهم لأهلي أنا شمالي خلق، أحس نفسي مريض تعبان، ما أريد أروح للمدرسة اليوم أداوم. وأني يعني ما أغيب، يعني ذاك اليوم ما أعرف شلون إنه أني ما داومت للمدرسة ذاك اليوم. المهم إجانا خبر إنه خالة والدتي تعرضت لجريمة قتل ببيتها وقت الظهرية، الوقت الآن اللي أكون بيه دائما موجود وياها وانتظر. زوجها هو محامي وشاعر معروف، وتنصب منصب رئيس اتحاد الشعراء بعد 2003، أتوقع 2005 إلى 2009 أو 2010. توفى الله يرحمه في الأردن زوجها قبل تقريبا أتوقع 5 سنوات. وحتى رئيس جمهورية العراق السابق، مو هذا الحالي، أرسل برقية تعزية ونزلوها بالأخبار أيضا إلى بناته. المهم نرجع، وجوز تعرفوه هذا الشاعر المحامي، ما أحب أذكر أسامي. نرجع للقصة. ذاك اليوم اللي أنا ما داومت بيه، إجانا خبر إنه خالة والدتي تعرضت جريمة قتل. تعرف كان صدمة للجميع. فذاك اليوم احنا رحنا رأسا، الأقارب كلتنا والأصدقاء والهذا، رحنا لبيتهم. هي الجريمة صارت الظهر، فاحنا العصر كنا ببيتهم. صارت تعزية مثل بالهول، قاعدين الرياجيل والكراسي والعالم والهذا، صارت ضجة. كانت هاي بزمن صدام. المهم عالم رايحة جاية.
أول يوم بالبيت، يوم الثاني، يوم الثالث بالكنيسة. إجا شخص فات، كل الرياجيل قاعدين، النسوان قاعدين، كل واحد هول مثلا النسوان هول الرياجيل. إجا قعد هذا الشخص، أنا كنت من حاضر، ما طول 3 دقائق 4 دقائق هذا الشخص قاعد مو على بعضه، يلوب يباوع هيجي مو على بعضه. جذب الانتباه الحاضرين بدون ما يقرأ الفاتحة. قام هذا الشخص ورا 3 دقائق 4 بدون ما يؤدي واجب العزاء، بدون ما يقرأ الفاتحة، قام ورأسا طلع من البيت. ثارت الشكوك كلها تجاهه. ليش؟ مرة كبيرة بالعمر تنقتل. حجيكم الموضوع شنو الأسباب. ابنها كان عنده نية سفر إلى ألمانيا ذاك الوقت، دا يسافر ومرتب اموره، باقي له يمكن اسبوع 10 ايام اسبوعين انهم قرروا يسافروا، اتفقوا كل شيء، دا يسافر قشغ لالمانيا سنه 1998. هذا الشخص ورا يومين 3 اجى للكنيسه يوم الثالث، مو على بعضه، راسا اقاربي وولدها وهذا، وكانت تحقيقات عن الموضوع، راسا من اجى حوطوه دائره بالكنيسه بيوم الثالث، لزموه. شكوا يعني تصرفاته، يعني قام يتخيل هو وقاعد، هو قتلها الله يرحمها بنفاضه. هاي النفاضات بالعراق هيك تصير مثل التحفيات كريستال، قاتلها بنفاضه، ضاربها على راسها بالنفاضه اكثر من مره. من هو قاعد كان بالبيت يمهم، كان دا يتراوله ودا يتخيل ودا يشوف المنظر انه شلون صارت العمليه وشلون هذا، فما تحمل ما يقدر يلزم نفسه واعصابه، وهذا بين عليه راسا مسرح الجريمه. من اجى نفس اليوم هو الظهر قاتلها، جاي العصر جاي يؤدي الواجب. هذا الشخص يصير صديق ابنها، صديقه، نعم صديقه. الغدر اجى من الصديق اللي ياكل ويشرب ببيتهم سويه. كل ظنه انه صديقه عنده فلوس السفر، اجى قتل والدته ودور بالبيت كل شيء ما لقى. اجى دا يريد يبوق الفلوس، انه يعرف انه وراه سفر وعنده فلوس، دا يريد يسافر، دا يبحث عن الفلوس، وصديقه مؤمن به. ما اقول لكم ولا تقولوا لي، اللزم واعترف بجريمته وانسجن، ويجون اهله يتوسنون، يجيبون قواني تمن، يجيبون قواني شكر، ما اعرف شي يجيبون، انه تنازعوا على القضيه. انا كنت طفل يعني عمري 10 سنوات، هاي الامور كلها صارت قدامي، يعني هذا اللي اعرفه. ومن كبار سالت اهلي يمين، لان اني من كانوا اقاربي من عرفوا انه صار جريمه القتل، كل الاقارب وكل الناس صارت ضجه عليه همينه، انه وسنان وينه؟ سنان كان موجود، سنان وينه؟ لان كلهم يعرفون انه اني بهذا الوقت الظهريه اني يوميه اروح يمها، والدي يجي بعدين ياخذني. الله الحافظ، يعني اني ذاك اليوم ما داومت، يعني شيء يعني ما اعرف، كل انسان الى وقته الى يومه.
ما مكتوب لي ذاك اليوم أني أكون موجود من صاد جريمة القتل. الله يرحمها. فهذا الشخص انحكم مؤبد وما تنازلنا عن القضية، أهلها ما تنازلوا على القضية. صدام حسين قبل حرب 2003 انطى عفو عام، يعني انسجن 4 سنوات 5، وهذا الشخص طلع بالعفو العام. وابنها اللي كان باقي له أيام ويسافر، هو كان مقرر السفر بعد أنه صارت حادثة القتل من أقرب أصدقائه اللي غدر به على مود الفلوس. ما بقى بالعراق، صار له تقريبا 27 سنة، حاليا هو في ألمانيا، عاف العراق وسافر بعد ما رجع مرة ثانية للعراق. قصة حقيقية صارت وهزت مدينة منطقة الكرادة في سنة 1998، وكانت همنا تخصني انه اني ذاك اليوم، اني يوميا اكون موجود بهذا الوقت. ذاك اليوم اني ما داومت ولا رحت لمدرستي، والله حفظني. واحنا ما كنت اعرف اذا كنت موجود هل كانت صارت جريمة القتل واني من اكون ضحية، او اذا كان وجودي موجود انه هذا الشخص كان تراجع من شافني اني طفل موجود بوقتها وما سوى جريمته. بس على اكثر اتوقع انه هو كان مخطط وكان وقته ضيق، وكان انه اذا انا كنت موجود او ما كنت موجود بالحالتين هو كان ينفذ الجريمه اللي بباله. فاخواني مو كل صديق صديق، و يعني هم لو الثقه والشايفين من عنده ما يوثقون به، بس مع الاسف غدرهم عامد فلوس انه صديقه دا يسافر، والضحيه كانت والدته وزوجها الشاعر والمحامي المعروف ورئيسي اتحاد الأدباء في ساحة الأندلس في الكرادة. إذا شخص متابعني أكيد حيعرف من هو هذا الشخص. كتب كتاب إهداء إلى زوجته الله يرحمها، وقصايد، وعنده أكثر من كتاب. أوكي إخواني، كان هذا الفيديو اليوم عن هاي القصة الحقيقية صارت وياي في سنة 1998، وراح أحكي لكم بعدها هواية قصص وأحداث صارت بمسيرة حياتي وتجاربي. اللي يحب يتابعني ويعرف من هو سنان. بعدين نجي لغير مراحل وغير أمور راح تعرفوها بالمستقبل. تابعونا، لا تنسون الاشتراك بالقناة والدعم ليوصلكم كل ما هو جديد بخصوص مواضيع السفر واللجوء إلى أمريكا وأوضاع اللاجئين اللي عاشوها بدول الجوار بتركيا وأردن وسوريا ولبنان، وكل الأوضاع اللي صارت بعد 2003 بالعراق من سقوط النظام صدام حسين والتجارب اللي صارت. أوكي إخواني، مع السلامة، نلقاكم فيديو جديد إن شاء الله.